السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل سألت نفسك قبل كده ليه اسمها الأحد والاثنين، وليه في لغات تانية اسمها مانداي وسانداي؟ وهل ترتيب أيام الأسبوع ده صدفة ولا وراه حكاية قديمة جدا؟ الحقيقة إن ترتيب وتسميات أيام الأسبوع راجع لحضارات عمرها آلاف السنين، وتحديدا الفلك والآلهة واللغة والدين. تعالوا نرجع بالزمن ونفهم القصة من البداية. أولا، من أين جاءت فكرة الأسبوع؟ أول حضارة استخدمت الأسبوع المكون من 7 أيام كانت الحضارة البابلية في بلاد الرافدين حوالي 2000 سنة قبل الميلاد. البابليون لاحظوا إن في 7 أجرام سماوية واضحة للعين المجردة، وهي الشمس والقمر وعطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل، وكانوا يعتقدوا إن الأجرام دي بتأثر على حياة الإنسان، فخصصوا كل يوم لجرم سماوي، ومن هنا ولد الأسبوع. ثانيا، كيف تم ترتيب أيام الأسبوع؟ الترتيب لم يكن عشوائيا. البابليون رتبوا الكواكب حسب سرعة حركتها الظاهرية في السماء من الأبطأ إلى الأسرع، فرتبوها زحل، المشتري، المريخ، الشمس، الزهرة، عطارد، القمر. من هذا النظام الفلكي خرج الترتيب العالمي لأيام الأسبوع اللي مازال مستخدم حتى اليوم. ثالثا، دور الرومان في نشر الترتيب. الرومان أخذوا النظام البابلي وربطوا كل يوم بإله من آلهتهم مرتبط بالكوكب نفسه، ومع توسع الإمبراطورية الرومانية انتشر هذا النظام في أوروبا ثم معظم العالم، ومن هنا جاءت أسماء الأيام في اللغات الأوروبية. رابعا، سبب التسمية في اللغات غير العربية. سانداي كان يعني يوم الشمس، وكان مخصص لعبادة الشمس رمز الحياة والقوة. مانداي يعني يوم القمر، القمر كان مرتبط بالزمن والمشاعر. تيوزداي مرتبط بإله الحرب، كان بيسموه مارس عند الرومان وتاير عند الجرمن. وينزداي مرتبط بالإله عطارد، إله الحكمة والتجارة والرسائل، وعند الجرمن الإله أودين. وثراسداي يوم الإله جوبيتر عند الرومان، وثور عند الاسكندنافيين إله الرعد والقوة. فرايداي مرتبط بإله الحب والجمال، فينوس عند الرومان وفريا عند الجرمن. ساترداي يوم الإله زحل، إله الزمن والزراعة. خامسا، أسماء أيام الأسبوع في العربية. العرب احتفظوا بنفس الترتيب العالمي، ولكنهم رفضوا ربط الأيام بالآلهة، فاختاروا الأرقام والمعاني الاجتماعية. الأحد من 1 بداية الأسبوع، الاثنين من 2 تاني الأيام، الثلاثاء من 3 تالت الأيام، الأربعاء من 4 رابع الأيام، الخميس من 5 وكان يوم ختم الأعمال قبل الراحة، والجمعة من الجمع يوم اجتماع الناس، وكان اسمه قديما يوم العروبة، ومع الإسلام أصبح يوم صلاة الجمعة. والسبت من السبت ومعناه الراحة والتوقف، والاسم مأخوذ من العبرية ومرتبط براحة بني إسرائيل. الخلاصة النهائية، فكرة الأسبوع كانت بابلية، ترتيب الأيام كان فلكي قديم، انتشار النظام كان روماني، الأسماء الأوروبية كانت أسماء كواكب وآلهة، والأسماء العربية كانت أرقام ومعاني اجتماعية، والنظام مستخدم منذ أكثر من 4000 سنة. في الآخر، في كل مرة نقول النهاردة يوم الاثنين، انت في الحقيقة بتستخدم نظام عمره آلاف السنين، بدأ من مراقبة السماء وانتهى في حياتنا اليومية. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يصلك كل جديد. سلام عليكم.